الاستغفار مو بالعدد، الاستغفار مو بالعدد، الاستغفار انه انا اشعر واحس بالاستغفار. الحين انا راح اقول لك الطريقه اللي انا استغفر فيها. راح اقول لك الطريقه الاولى، ولو ما جابت معاش نتائج تعالي هنا وقولي لي انت ما تفهمين، تعالي هنا وقولي لي، اكتبي لي بالكومنت، قولي لي قفلي القناه لو سمحتي، لانه انت قاعده تتفلسفين، وانا والله العظيم ما امسح التعليق اللي انت راح تحطينه ولا راح احذف وان اخليه. طيب اول شيء انا اسوي جلسه استغفار. ترى لما نقول جلسه احنا نعتقد انه شيء كبير وشيء يحتاج يعني وقت ويحتاج، لا هو شيء بسيط. انا اصلي الضحى مثلا او بعد ما اصلي الوتر اجلس كذا جلسه وانا لسه على سجادتي واستند للجدار، يعني يكون في الغالب يكون ظهري هو جهه القبله، تمام، واحيانا لا يكون وجهي هو جهه القبله، ما في مشكله كذا او كذا كلهم زي بعض. بس انا حابه افصل لك واعطيش تفاصيل التفاصيل، لانه انا عارفه انه في اشخاص او في البعض منكم راح يرجع ويسالني. اوكي خلصت الصلاه اخذ اول شيء 3 انفاس، اقل شيء انه انا اتنفس 3 مرات، اللي هو انه انت تسحبين النفس من الانف وتطلعينه من الفم بهدوء. انا راح اسويها معاكم الان وان شاء الله انها توصل الطريق، راح تسمعونها انتم بس بالصوت. طيب انه انا اوكي لاطول فتره ممكنه 3 مرات، وبعدها اقول وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، وكاني اشرحها لاحد قدامي، كانه في احد قدامي انا اكون مغمضه، تمام، او اتخيل انه انا كاني واقفه قدام الله سبحانه وتعالى، واقول وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هنا انا اكون تراني ماسكه السبحه، لانه انت لما تكوني ماسكه المسبحه ترى انت تركزين، لما تكوني بدون مسبحه شويه يضيع التركيز، سبحان الله، ما ادري ليش والله ما عندي اي تفسير لها. اقول الايه هذه خلصت منها اقول اللهم اني استغفرك واتوب اليك، او اقول اللهم اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، بس في الغالب اقول اللهم اني استغفرك واتوب اليك، اللهم اني استغفرك واتوب اليك، اللهم انه تصديقا بوعدك وعهدك، اللهم انه تصديقا بكلامك، اللهم اني استغفرك ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. وبعدها ارجع واقول استغفر الله